هنتكلم النهارده في موضوع هام للغايه، يعتبر هو اهم موضوع لسلامتك النفسيه. النهارده اعمل فيديو حلو كده لازاي تبقي الست اللي ما تتخنش. طبعا انا مش مغسل وضامن جنه، يعني ممكن تتخان، طبعا كلنا ممكن نتخان، ولكن الفيديو ده هيغير خوفك من الخيانه، هيغير احساسك اصلا بالحياه، هتدوقي طعم السلام النفسي لدرجه ان انت هتقفلي الفيديو ده اصلا مش فارق معاكي تتخاني ولا ما تتخانيش. انت وقتها هتوصلي لزمام الامر، هتمسكي زمام الامر. طيب، قبل ما ابدا الشرح عندي نقطتين عايزه اقولهم. رقم واحد، الفيديو ده طويل ومحتاجه تركزي فيه، ويا حبذا لو معاكي ورقه وقلم عشان تكتبي النقط اللي انا هناقشها زي ما انا ماسكه ورقه وقلم اهو هكلمك منها. تاني حاجه، محدش في النص وهو بيسمع الفيديو ده يميل ايه، طب هما الرجاله ما بيعملوش كده ليه؟ اللي عايز يسمع الكلام ده او اللي عايزه، لان الفيديو ده موجه للستات اكتر، تسمع الكلام ده عشان سلامتها هي النفسيه، مش عشان حد تاني. فالراجل لو عايز برضو يدور على سلامته النفسيه، هعمل ان شاء الله فيديو برضو عن الرجاله ازاي تبقى راجل مراته عمرها ما تبص بره وتقول يا ترى ويا ريت. تمام؟ ازاي تبقي ست مستحيل تتخان. اسمعي النقط اللي هقولها لك دي عشان تبقي ست دي. رقم واحد، احترام حرية الآخر. الحد الأول في كل الديانات هو حد حرية الإنسان. اوعي طريقتك في أخذ حقك مع أي إنسان وخاصة الطرف التاني تكون الإجبار. اوعي تجبريه على أي شيء. جوزك بيقعد على القهوة وسايبك في البيت، التصرف بتاع الست العادية اللي ما بتسمعنيش، اللي هي مش بنتي، انت بتقعد على القهوة طول الوقت، حقي فين؟ حق ولادك فين؟ انت لازم تروح البيت كل ما يتأخر في القهوة يبقى مروح عايل هم النكد الأسري اللي هيعيشه عشان هو اتأخر في القهوة. ده إجبار. هو حقك انك تقعدي معاه بس من غير إجبار. طب أعمل إيه؟ بنت إسراء عثمان بقى تعمل إيه؟ حبيبي، البيت من غيرك ضلمة، انت وحشني قوي، حاول النهارده تيجي من القهوه بدري وانا هكافئك. ده كلام بنت اسراء عثمان اللي اتعلمت ان الاجبار بيجيب نتيجه عكسيه. الاجبار هيفيدك في ايه؟ ولا اي حاجه. هيجي يقعد معاكي وهو متأفف وانتي مش حاسه انك مبسوطه لانك عارفه انك جبراه، وتيجي تقولي ايه؟ انا نفسي يروح من غير ما انا اللي اقول له. هيروح من غير ما انت تقولي له لما تتعاملي معاه بدون اجبار. زي ما انا قلت لك، ابنك الصغير حتى ما ينفعش تجبريه، بنتك ما ينفعش تجبريها. امحي الاجبار من حياتك، امحي الاجبار من حياتك. اتعاملي مع الموضوع بالاقناع والترغيب. ده ربنا سبحانه وتعالى امر الطاعه اللي بتوع الدين اللي بيفسروا كل حاجه غلط، اطيع كانه اجبار. لا، ده الطوع معناه ياتيك طوعا، ياتيك راضي، ياتيك مبسوط. فعشان يطيعك لازم يطيعك، يعني ياتيكي مبسوط. هياتيكي مبسوط ازاي وانت مطلعه اسلافه عشان يروح؟ الكلام ده برضو للرجاله بس هقوله لهم في فيديو لوحده. دي اول حاجه. تاني نقطه عشان تبقي الست دي، التركيز على نفسي. يعني ايه؟ ليس عليك هداهم. طيب هقول لك بقى موقف بيحصل لاي ست وستات كتير. جوزي بيتفرج على افلام اباحيه. اوبا، الست العاديه بقى، يا لهوي يا نهار اسود، سماعي التليفون في بعض الاحيان كارثه اللي هتعمليه ده. الو عمي، ابنك بيتفرج على افلام اباحيه، ابنك مش كويس. امك، انا اتوكست في جوزي اللي بيتفرج على افلام اباحيه، كل ما يقعد لوحده تقومي رازعه الباب وداخله، بتعمل ايه؟
عارفه انت هنا بتعملي ايه؟ انت بتصدري احكام وما بتركزيش على نفسك. يعني ايه؟ انت بتركزي عليه هو. عايزه ان انت تقفشيه. ليه؟ عايز تقفشيه ليه؟ هل لو هو بيتصرف التصرفات دي بس في حاجه تانية، يعني ما بيصليش، بتعملي معاه كده؟ لا، بتعملي معاه كده لو بيتفرج على مواقع اباحيه، لانك انت بتركزي في ايه؟ في الصح والغلط بتاعه هو. خليكي في الصح والغلط بتاعك انت ما بتتفرجيش على افلام اباحيه. طب برافو. هقول لك بقى تعملي ايه لو انت بنت اسراء عثمان. لو انت بنت اسراء عثمان هتبقي مركزه على نفسك. فرجته على المواقع الاباحيه بتعود على انا في ايه؟ انه علاقته الحميمه معايا مش احسن حاجه، انه بيتجنبني شويه، انه بيعمل 1 2 3. يبقى انا هروح اتكلم في تاثير ده عليا واتعاطف واحتضن. بنت اسراء عثمان هتروح تقول حبيب قلبي انت بتتفرج على كذا وكذا وكذا، انا حاسه بيك وعارفه ان دي حاجه مش سهله. طب هل في حاجات معينه انا ممكن اساعدك فيها؟ طب ما تيجي نجرب حاجه جديده؟ طب ما تيجي اعمل لك انا فيديو زي ده وتتفرج عليه؟ طب ما تيجي كذا وكذا وكذا وكذا، من غير ما اقول له انت راجل قذر، انت راجل حيوان، انت ازاي بتتفرج على حاجه. وست تيجي تقول لي ايه؟ اصل بيعمل حاجه حرام. انت مالك؟ هو انت ربنا؟ طب ما بيصليش برضه، بتبهدليه كده لانك ما ركزتيش على نفسك. ركزي على نفسك. انا وصل لي ايه من ادمانه هو للمواقع الاباحيه؟ من اهم حاجه في التركيز على نفسك، العلاقه الحميمه مع الزوج لازم تركزي فيها على نفسك. كتير جدا من اللي بيجوا ياخدوا كورسات الانوثه بقول لهم انت خدتي الكورس وخدتي المحتوى وخدتي كل حاجه، لو ما ركزتيش على نفسك جوه العلاقه دي كل اللي انت خدتيه هيروح. ليه؟ العلاقه دي ليكي وليه. في ستات كتير جدا بيتخيلوا ان العلاقه دي هي عباره عن وسيله لاني اكافئ الزوج. اوعي تعمليها كده. انت العلاقه دي بتكافئي بيها نفسك. لو انت ما وصلتيش للقناعه دي وحبيتي اللي انت بتعمليه مهما عملتي ومهما اتعلمتي، الفايبس بتاعتك واصله للراجل ان انت بتعملي حاجه عشانه، فكل اللي انت بتعمليه بيروح في الارض، لان سعادته الاولى والاخيره في احساسه انه قادر على اسعادك خلال العلاقه. فركزي على نفسك، ما تبصيش لفعل اللي قدامك، فكري تاثير فعله عليا ايه وانا ازاي من نفسي اصلح ده. طيب، وطبعا تطوري من انوثتك. وانا عامله كورس الانوثه عشان التربيه للاسف اللي خلت معظم السيدات مش فاهمين انوثتهم صح. انا بساعدك على ده. تالت حاجه مهمه جدا جدا واعتبرها اهم نقطه في كل اللي جاي، الحكم على الاخر. معظمنا حاكم على غيره من الدرجه الاولى. جوزي زاني، جوزي خاين. انا بحصر الامثله كلها في العلاقه بين الراجل والمراه عشان ده محور الفيديو. جوزي خني مع واحده تانية، جوزي زاني، جوزي عمل، جوزي سوى. انت فاكره ان هو بس او ان ده هيألمه، بس ده بيألمك لانك حكمتي واصدرتي احكام، والحكم نار في قلب اللي بيحكم. طيب، الست العاديه اكتشفت ان جوزها ارتكب فاحشه الزنا. تمام، هتعمل ايه؟ انت زاني، انت ابن كذا. بص في المرايه وتشوف ايه اللي ناقصها عشان هو عمل كده. تحس بغصه وتعب رهيب انها مش ست. تبدا تحتقره بذنبه، تبدا تشوفه اسوأ راجل، وتعيش في مراحل من التدمير الذاتي. وبيجولي في حضني وبقعد اعالج فيه. بدايه المرض اللي اصابك هو الحكم على الاخر. لما باجي اقعد مع الست دي واقول لها ممكن تقولي لي مكونات شعور الوجع اللي جواكي،
يلا نقسم الوجع اللي جواكي جاي من ايه؟ من 1 و2 و3 و4. كلهم حكم على الاخر. ليه؟ 1، في واحده جت علمت عليا. رقم 2، انا مش كفايه. رقم 3، اتجوزت راجل وطلع مش كويس. رقم 4، ازاي هامن له تاني ما يجرحنيش. كل دي عباره عن مكونات اساسها اني انا حطيت نفسي في معادله مش معادلتي. اني انا تخيلت انه لما راح اقترف ذنب، فالذنب ده في حقي انا. لا، الذنب ده في حق مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. انتي مالكيش دخل فيه، اقسم بالله. حتى الراجل، لو في راجل بيسمع الفيديو دلوقتي يقول لك ايه، ايوه خليهم يفهموا، لان انا ما بتكلم الكلام ده مع رجاله بيقولوا كده. هو لما راح زنى، هو شهوته تغلبت عليه، ما قدرش يسيطر عليها. انتي لا ست ناقصه ولا ست وحشه ولا مش ست اصلا ولا اي حاجه من الحاجات دي. هو ما قدرش يتحكم زي بالظبط الاكل. هو هل معنى ان هو ماشي في الشارع اشترى سندوتش بعد ما انت غديتيه وعكمتيه قد كده ان انت مش بتطبخي حلو، ولا معناها ان هو طفس وبيجوع زياده؟ ما تدخليش نفسك وتحكمي، لان الحكم بيرد في صدرك انت بقى يوجعك. خني حطيتي الياء دي فجاتلك على اساس ايه؟ ان انا ست وحشه لكن انت لو قلتي اقترف ذنب الزنا، هتتعاطفي معاه، هتروحي تقولي له انت ليه بتعمل كده، تعالى اساعدك. عارفه لو هو انسان سوي وشاف منك هذا الاحتواء، مش هيبقى عايز يخذلك، وهيقولك انا مريض، انا عايزه اتعالج، وانت هتقدري تتعايشي مع ده على فكره، او تنفصلي. ما هو لو هو النهارده اللي هو بيعمله ده بيعود عليكي، يبقى انت هتنفصلي، عشان اللي بيعود عليكي من الم. وما تفهموش كلامي ان انا قصدي ان اللي جوزها بيخونها تكمل، لا. لو هتنفصلي يبقى مش هتنفصلي عشان جوزني بيخوني وبيأذيني، لا، عشان انا نتيجه الفعل ده في حاجات عدت عليا من النقطه اللي فاتت. بقى ايه اللي عاد عليكي؟ انه مش مركز معاكي، مقصر في علاقته الجنسيه معاكي في 1 2 3. يبقى انت لما تروحي تتكلمي معاها تقولي له حبيب قلبي، انت معيشني في تقصير في النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، وانا ست وليا احتياجات، فانا لو سمحت عايزاك تعمل الاحتياجات دي، وبسبب ان انت بتعمل الافعال دي انت مش قادر تعمل لي احتياجاتي. انا متفهمه جدا ان انت مش قادر تقاوم نفسك، بس يا ريت نلاقي حل. يلا نروح لمتخصصين. قول لي لو في حاجه معينه ممكن تدعم ده عندك، ممكن تساعدك على عدم فعل ده، ايه ممكن يكون هو، واوعي تفضحيه. فضحتك ليه ذنب اكبر من اللي هو عمله. فضحتك ليه ذنب اكبر من اللي هو عمله. هو غلط في حق ربنا وربنا ستره، مش من حقك تفضحيه. فانت بالحل ده انك تروحي تفضحيه عند اهله، عشان قال انت متخيله ان هم بقى هيمسكوه وهيمنعوه يكرر ده تاني. لا، انت هتكسري علاقتك بيه. يوم ما تفكري تعملي ده، اعرفي انت بتخسري للابد، وبتخسري احترامك لنفسك للابد، وهيفضل الوجع جواكي مستحيل يروح الا لما تغفري وتعتبري انه اذنب في حق نفسه، لكن انت منزهه وبعيده تماما عن المعادله القذره دي. النقطه اللي بعد كده، لازم يكون لك كبير. يعني ايه؟ الست اللي ما بتتخنش، يعني مجازا، يعني الست القويه المستويه، هي الست اللي عندها مرجع بتصب فيه ومنبع بتاخد منه. بتقعد مع ربها في علاقه قويه، بتناجي اله الكون كله وتاخد منه القوه. هو الثيرابيست بتاعها. بعباره اخرى، المديتيشن وجدوا ان هو بيساعد على الصحه النفسيه، ومن اكتر الحاجات اللي بعملها للستات اللي اتخانت، او الستات اللي بتعاني، او الرجاله اللي بتعاني من مشاكل زوجيه، هي المديتيشن، وبيحل لهم المشكله بشكل كبير. طب ما الصلاه دي مديتيشن؟ لا مش مديتيشن، لان انتوا بتعملوها الله اكبر او ايا كان الديانه. الصلاه هي الصله. بتتصلي بربنا كم مره في اليوم؟ اتصلي لازم يكون لك كبير ترجعي له، يعني تكلميه وتشتكي له وتاخدي منه، انا عارفه انك في ظهري يا الله. تاخدي منه القوه. القوه دي هتخليكي ست مستويه.
هتخليكي ست يا جبل ما يهزك ريح، هتخلي قراراتك دايما صح. ليه صح؟ لانك هتنجحيها، لان اي قرار انت هتاخديه هتنجحيه. لما يكون لك مرجع ومصب هتحسي دايما ان انت قوية، مش كل حاجة هتكسر في ظهرك، كل حاجة بتعدي عليكي بتخش في صميمك تهدك. ليه؟ لانك ما بتاخديش القوة من اللي خلقك، لانك معلقة قوتك على الاخرين. ده يرضى عني، وامي مش عارف تعمل ايه، واخويا ايه، وابني يطلع الاول. وده يقودنا للنقطة اللي بعديها، وهي فجر التعلق. انت عشان تبقي ست ما تتخنش لازم ما تبقيش متعلقة، لازم يبقى قيمتي في رضا الله عني، قيمتي في انجازاتي، قيمتي في اللي انا بعمله، قيمتي في تربيه الاولاد. مش قيمتي اني ابني يطلع الاول، وقيمتي اني جوزي يحترمني قدام الناس، وقيمتي اني كذا. فلما حاجه من دول ما تحصلش بتصوري وبتنهاري وبتبقي انسانه تعيسه، لانك انت متعلقه بالماديات الزائفه، انت متعلقه بحاجات وباراء الناس اللي حواليكي، مش متعلقه بذاتك وبانوثتك. اي حاجه صغيره، اي فعل حد مش قصده بيرد في صدرك يقتلك. ابنك ما طلعش الاول بتردي فيكي، تهدي فيكي، عشان انت معلقه ثقتك في نفسك ان سلفتك ابنك يجيب اعلى من ابنها. متعلقه بجوزك ان نجاحك وكيانك كأنثى ان جوزك يبقى بيجيب لك وذهب من هنا لهنا، ده تعلق. متعلقه ان انت سعادتك في العربيه، انك يبقى عندك احلى عربيه. معلقه دايما سعادتك على حاجه. سعادتك المفروض تبقى طايره في السماء، سعادتك المفروض تبقى في نفسك. اشتغلي على نفسك، اشتغلي على انوثتك. انا بعمل علاقه زوجيه حميمه عشان ابقى سعيده، مش عشان انا عايزه الراجل اللي معايا يحبني ويتعلق بيا ويموت عليا. ما تعلقيش نفسك بحاجة ولا قيمتك في حاجة. ربنا قالك فور جرانتد بحبك، خلاص، وما عداه زائل. احنا كلنا جايين هنا نعيش شوية ومروحين، فما تعلقيش نفسك على حاجة كده كده زايلة. الراجل زايل والعربية زايلة وكل حاجة زايلة ما عدا انتي. حاجات من الحاجات اللي هتحسسك بقيمتك ان الناس تكوني بتساعديها من غير ما تنتظري الكلمة الحلوة، لان ده تعلق من نوع اخر. افهمي انك لازم تنسفي تعلقك بأي شيء. واخر نقطة مهمة جدا عشان الفيديو طال مني قوي، التحكم في الافكار. الانثى الشاطرة الناصحة بتتحكم في افكارها. واحدة صاحبة جوزي في الشغل كلمته وانا قاعدة في البيت. الست الناصحة تعمل ايه؟ الست العادية اللي هي مش بنتي متفرجش عليا هتعمل ايه؟ مين بتكلمك و ليه؟ لانها النقط اللي فوق دي كلها مش عندها. الست بقى التانية هتعمل ايه؟ تقعد تفكر. الفكرة اللي جت في دماغي ان الست دي ممكن جوزي يتعلق بيها، وممكن جوزي يحبها ويسيبني. بنتي بقى تفكر ازاي؟ الفكرة دي لما جت في دماغي اطلعها على طول في هيئة مشاعر على جوزي واهاجمه؟ لا. اعمل ايه؟ افكر، طب هل تخوفي ده في محله؟ لا، لكذا سبب. واحد، لان الحب مش سهل كده. تاني حاجة، لاني انا عاملة اللي عليا معاه. طب انا مش عاملة اللي عليا معاه، ابدأ افكر هنا علاقتنا الحميمة ما بقالهاش فترة ظابطة، تعالوا نظبطها. احنا ما بنقضيش وقت كويس سوا. الست دي ممكن تكون واخدة بالها من نفسها وانا مش واخدة بالي من نفسي قوي. طب لو انا سبته ياخد التجربة دي، اجيب اخر الخوف، لو انا سبته ياخد التجربة دي ايه اللي هيحصل؟ لو انا فعلا مستحقة هيرجع لي، فكده كده بالعكس هيرجع لي اقوى وامتن، وهيبقى اتعلم الدرس، ولو نصيبي ان هو يعرفها هيعرفها. لكن لما انا دلوقتي اصور وهيج وميج واعمل الحاجات دي كلها، ايه اللي هيحصل؟ هتنقليه لان العلاقة دي تبقى تحدي، وبالتالي للأسف في رجالة كتيرة جدا ده بيخليهم يصروا على العلاقة. لكن لما انت تعملي صاحبته وعادي
هيحبك اكتر وهيجي يحكي لك على كل حاجه وهتضحكي وتكركري انت وهو. طب بس ده مش طبيعي وده حاجه توجع. انا معاكي، صح. واللي يخليكي دايما مرتفعه هو الصعب مش السهل. السهل ان انت تمسكيه تشبشبيله، الصعب ان انت تطلعي الطاقه دي في ايه اللي احنا قلنا قبل كده، مناجاتك مع ربنا. يا رب احفظ لي بيتي، يا رب احفظ لي علاقتي بزوجي، ابدا اطور من علاقتي الحميمه معاه اكتر، ابدا ابقى انثى اكتر في البيت، ابدا افتكر ايام ما كنا بنحب بعض وابعت له رسائل وابعت له حاجات ونغشه اكتر واشده ليا اكتر. لو انا معايا عيال لازم اخلي وقت برايفت ليا ولجوزي. للسيدات اللي معاهم اطفال، 90% من الرجاله اللي بيجولي علشان حبوا ستات تانية، لاني بعد الخلفه الراجل بقى رقم 10. انتي زوجه ستيل، انتي بقيتي زوجه وام، لازم يكون عندك وقت معاه. ان شاء الله تودي العيال في يوم لامك، ده مش هيخليكي واحده وحشه، ولا هيخلي العيال يطلعوا معقدين، ولا هيخلي العيال يطلعوا متشردين. مش هيحصل حاجه لو يوم او يومين بقيتي مع جوزك لوحدك. لازم تعملي ده. اللي بيغير غيرانه والغيره اكلتك، دي طاقه. الطاقه دي حطيها في المكان الصح. احتضنه اكتر، احبه اكتر، اتكلم معاه اكتر. احنا كذا، ايه رايك نعمل كذا. خليكي دايما خليكي فاهمه. اصل انت لو انت النهارده طلعتي الطاقه دي بشكل نيجاتيف، ده مش هيفرق حاجه على فكره. لو نصيبك يا بنت الحلال انه يروح يعرفها، هيروح يعرفها. اشتغلي على نفسك وقتها، اني لو عرفها مش هيجرى حاجه. انا اوريدي عندي نفسي، عندي شغلي، عندي ثقافتي، عندي صحابي. لو نصيب ان هو يبعد او يعرفها هيبعد ويعرفها، بس انا وقتها عندي السيركل بتاعتي، عندي السبورت بتاعي اللي هيقدر يطلعني من اي حاجه. وانا من الاول مش معلقه قيمتي عليه ولا معلقه نجاحي عليه، وانا ست سويه مستويه. فخليكي الست السويه المستويه. دي شخصيه الست اللي ما بتتخنش. الست اللي بتبقى بالشخصيه دي صعب ست تانية تعلي عليها. خدي بالك، اصل هو يوم ما هيروح بره مش هيروح يجيب واحده من المريخ، ما هي ست برضه هتغير وهتنكد وهتعمل. فخليكي انتي التميز اللي انتي بتعمليه ده بيميزك، فهتبقي ست مستحيل يتعلى عليكي. هتبقي ست دايما الفا رقم 1 في حياته، ومهما شاف هيرجع لك. كانت معاكي اسراء عثمان. ان شاء الله انتظروا فيديو بقى الراجل اللي مستحيل ست تلاقي زيه.